السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ام يحيى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهي ام يحيى بقى الطبق ده، طبق دوت طبق كبدة الحيرانة. ايه ام يحيى الكبدة الحيرانة دي؟ حيرانة من طعم، من شدة وجمال طعمها. مش عارفة هي فيها ايه التوابل اللي محطوطة مخليها طعمها كده. طب هي فيها ايه؟ مش عارفين، فعشان كده سميناها الكبدة الايه؟ كبدة الحيرانة. طعمها يا ولاد مش قادرة اقول لكم، اوصف لكم على الطعم. بصوا مستوية ازاي من جوه، مهرمشة من بره. التوابل اللي فيها حاجة كده بسم الله ما شاء الله، عظمة. انا طبعا بكلمكم باكل مش قادرة، طعمها جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليها. تعملها في عيش بلدي زي ام يحيى كده، تعملها في فينو، بسم الله ما شاء الله عليها بجد عظمة. تعالي كده يا حبيبة ام يحيى نشوف الكبدة الحيرانة بتاعت ام يحيى عملتها ازاي. يلا بينا. ايه بقى يا ام يحيى الكبدة الحيرانة بتاعتك دي حطيت لها ايه؟ بصوا بقى يا حبايبي، دي دول نص كيلو كبدة اهي، نص كيلو كبدة شرايح. عندك ربع تعملي كيلو 2 كيلو، بصي اللي معاكي اللي متاح عندك. طيب الجزارة يقطعلك كده شرايح، بصي حبيبتي شرايح اهي، تمام. يبقى ده ايه؟ ده نص كيلو كبدة، نص كيلو كبدة شرايح، تمام. طيب وكمان معايا شوية فيجيتار أو بقسماط، اللي هو البقسماط المطحون ده اللي احنا بنعمله في البيت، أو تشتريه جاهز مفيش مشكلة. يبقى يا إما فيجيتار يا إما بقسماط، ومعايا شوية دقيق. طيب كمان التوابل بقى بتاعتنا الجميلة دي، معايا معلقة ماجي باودر، معلقة كركم، معلقة بهارات اللي هي البهارات السبع، معلقة صغيرة ملح. ما بكترش الملح ليه؟ علشان يا حبايب عندنا ايه؟ عندنا ماجي. كل مرة بقولك خلي بالك من موضوع الماجي، لأن في بيحطوا ملح كتير وبينسوا إنه الماجي دي حقيقة، فمتكتريش الملح. عايز تاني تحطيله، أهم حاجة ما يبقاش الايه؟ الأكل معاكي مالح. يبقى انت ايه؟ تبقي مركزة، مادام في ماجي يبقى نحط ملح قليل. عايز ملح تاني بحطله. يبقى أنا معايا ايه؟ معلقة ماجي باودر، معلقة كركم، معلقة بهارات، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة شطة، والشطة دي اختياري، معلقة كبيرة فلفل أسمر، وده البطل معانا. ده أي لحوم، تتبيلة لحوم، أي لحوم بنحط فيها إيه؟ بنكتر الفلفل الأسمر فيها. طيب كمان يا أم يحيى معايا بصلاية صغيرة، يعني مش صغيرة أوي، وسط. وإيه؟ وكام وكام كام فص توم. معلش يا ولاد لسه ام يحيى ما فطرتش فمش مركزة، انتوا بقى خليكم مركزين. يبقى ايه؟ معايا بصلاية وايه؟ وكام فص توم. طيب ركزي يا ام يحيى، ماشي حبايب قلبي، حبايب ام يحيى. ومعايا زيت للقلي. طيب هنعمل ايه بقى يا ام يحيى؟ نركب دول كده ونجيب الكبة الجميلة بتاعتنا، حطي فيها يا ام يحيى الكبة دي، حطي فيها البصلاية، وكمان يا ام يحيى ونحط فيها كام فص توم. نضربهم بقى كده ضربة حلوة. عملنا ايه؟ عملنا البصلاية وكام فص توم. تحط عليهم ايه يا ام يحيى؟ انا ضربتهم اهو. هنحط بقى ايه؟ التوابل ونضربهم تاني علشان تبقى ناعمة، يعني ناعمة يعني. نحط بقى كده ايه التوابل بتاعتنا الجميلة دي، بس هنخلي بس شويات صغيرين هنحطهم على الخلطة اللي احنا هنعمل بقى ايه؟ هنبطن بيها الكبدة. بصوا مفيش، حبة صغيرين، حبات كده
بس الكركم انا ما حطيتهوش ايه، يعني ما حطيتهوش كله في الخلطه بتاعت البصل، لا انا خليت عليات وهحطه فين، هحطه على الكفر بتاع الكبده. طيب اضربهم بقى تاني بالتوابل ضربه حلوه. خلاص كده ايه، ضربنا البصله تاني بالتوابل. بقى الكبده بتاعتنا دي زي ما قلت لك ده نص كيلو كبده شرايح، كبده بلدي، كبده مستورده، كبده برازيلي، كبده الماني، كبده اجنبيه مصريه، كلها كبده زي الفل، نعمه وفضل، وكلها حلوه وكلها بناكلها. هننزل بقى ايه على الكبده دي بالتتبيله الجميله دي. قلبي بقى الكبده الحيرانه بتاعتنا الحلوه دي تقليبه كويسه. خلاص كده قلبناها تقليبه حلوه بالتوابل، مش عارفه اقولك اوصفلك ريحتها، بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله ازاي، صدقيني جميله، ان شاء الله تجربيها وتطلع كويسه. طيب هنعمل ايه بقى، هنحطها في التلاجة حوالي، نحطها في التلاجة حوالي ايه، حوالي ساعة او اكتر من ساعة. كل ما تسيبيها في التتبيلة دي كل لما تشرب منها وطعمها يبقى اجمل. فاحنا نعمل ايه، انت بقى عندك استرتش غطيها، اوعي تحطيها في التلاجة كده، ما انصحكيش. لو انت حاطه حلويات في التلاجة، ميه، اي حاجه في التلاجة غير الحاجه اللي فيها بصل وتوم، بصي هتضرب الريحه بتاعتها دي، هتضرب لك في التلاجة، تخلي كل اللي في التلاجة ريحته ريحه الكبده. فلا لازم تغطيها. بصي عندك بقى ايه، كيس نضيف زي كده، شنطه اهي، اي حاجه، اهم حاجه تغطيها. عندك استريتش، غطا، طبق، اي حاجه، المهم ان هي تبقي انت حكماها وما يبقى لهاش ايه، ما تطلعش ريحه في التلاجة، لان اللحوم والحاجات دي بتعمل ايه، بتعمل ريحه. فانتي اي حاجه فيها بصل وثوم، لحوم متبلاها، فراخ متبلاها، ما انصحكيش ان انتي ما تغطاش وتشيليها كده. هتلاقي كل اللي انتي حطاه في التلاجة ضرب ريحه على الحاجات اللي في التلاجة بقى. بصي هتلاقي الدنيا مش احسن حاجه، فانتي لازم تغطيها. تمام، انا كده ايه هشيلها كده في التلاجة حوالي ساعه. انت عايزه تسيبيها اكتر من كده تمام، ما بيجرالهاش اي حاجه، لكن لو اكتر من يومين لا، تلفيها في اطباق، اللي هي الاطباق الفل دي، او لو عندك علب اللي هي العلبه المغطى، العلب المغطى دي اللي عندنا في المطبخ، وتروحي حطها في الفريزر تقعد معاكي حوالي اكتر من سنه. تصدقي دي تقعد معاكي فتره، بس تكون ايه في الفريزر، فريزر اللي شغاله كويس. والعلبه تحكمي العلبه وتشيلي العلبه برضو في كيس تاني، وتروحي بقى شايلاها، تيجي عايزاها في الطوارئ بقى تنفعك، تروحي مطلعاها قبليها حوالي بنص ساعه ولا حاجه، تلاقيها زي الفل وتشيليها بقى. بصي بتبقى معاكي جميله جدا. هنشيلها بقى كده في التلاجة، ولما ايه تشرب كده من التتبيله حوالي ساعه زي ما قلتلك، هنروح ايه بقى يا حلوين، فين الدقيق والفيجيتار او البقسماط المطحون اللي عندك، وتروحي ايه حط عليها التوابل الجميله دي، ونقلي بقى. يلا بقى كده ايه هنشيلها كده في التلاجة، ولما تخرج هنشوف هنعمل ايه. خلاص كده ايه خرجنا الكبده بعد ايه لما سبتها ساعه في التتبيله دي. طيب هنجيب بقى ايه الكفر كده بتاعها، وتحطي ايه شويات التوابل اللي احنا كنا شايلينهم، اللي احنا نقصناهم بالتوابل اللي حطيناها على ايه، على البصل والثوم، على تتبيله الكبده. نقلب بقى ايه الدقيق مع الفيجيتار بالتوابل الحلوه دي تقليبه كويسه. انسي بقى كده ان شاء الله اي كبده انت عملتيها، واعملي الطريقه بتاعت ام يحيى دي، وان شاء الله هتدعيلي. طريقه جميله، طعمها وريحتها يا سلام، انا على طول بعملها جميله جدا. بس ايه قلبي بس التوابل كده ايه، دخلي كله كده في بعضه.
خلي بالك ان انت دوقي حياء الكبده، انا دوقت حياء لقيت حياء ما شاء الله مظبوط. انت خلي بالك، عايزه ملح حطي، ما عايزتش تمام تمام. خلي بالك من النقطه دي قبل ما تحطيها في الايه، في الكفر بتاعها، تكوني متاكده من الحياء بتاعها. انا حاطه بقى كده ايه زيت على النار، طاسه، هعمل كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بس تخلي الجزار يقطعها لك كلها زي بعضها، لان انا مقطعه لي حته صغيره وحته كبيره، بس مش مشكله، حلو كله حلو، وحش قلته والله يا حبايب ام يحيى. الحمد لله، ربنا يديم علينا وعليكم نعمه يا رب. هجيب بس كده ايه طبق احطي فيه اهي يا حبايب ام يحيى. بصوا بعد ما بطنتها عامله ازاي. فرجي بقى كده هنا، وزي ما انتوا عارفين ام يحيى بتعمل على قد الاكل، لان انا بحبها سخنه، مبحبش اقلب كل مره واحده، ولا سوا بانيه ولا سمك ولا كبده، بحبها سخنه بصراحه. فانا ايه بعمل بالطلب، حاجه كده لما تبقى سخنه على الاكل بيبقى لها بصراحه طعم تاني. نعمل بقى كده ونبص في الطبق الحلو ده. عندك ربع كيلو طلعي واعملي بيه، جنبيه شويه بطاطس، شويه مكرونه اللي عندك، شويه سلطه، احلى غدوه. سهله ولا هتكلفك ولا هتوقفك كتير في المطبخ. وبعدين الجو حر اليومين دول، مش عايز الوقفه في المطبخ كتير، عايز كده اكلات سريعه. عايزين ايه ندخل نعمل الغدا بنبقى بعد ساعه خلصنا، اقلب اقلب واديله واقلب. الجو حر فعلا والله يا حبايبي، ما بنطيقش الوقفه جنب البوتاجاز. الحمد لله، يمكن في رمضان ربنا بيدينا سبحان الله القدره ان احنا نقف، لو نقف اليوم كله، مع ان بيبقى الجو كويس. او ممكن ساعات بيبقى جه علينا فتره كان بيبقى الجو حر جدا في رمضان، فاكرين كام سنه اللي عدوا دول؟ بس سبحان الله ربنا بيدينا القدره سبحان الله. الحمد لله، كلها ايام حلوه، كلها نعمه وفضل. اهو يا حبايبي بصوا كده، انا خلاص كده عملت ايه على قد ايه ما انا يعني ما احنا هناكل. اهو انت بقى ايه باقي ده برضو تروحي مغطياه زي ما قلت لك وتحطيه في التلاجة، تيجي بقى قبل الاكل ما فيش وتروحي ايه عاليه، يبقى الاكل معاكي سخن وايه وزي الفل ان شاء الله. تعالي بقى نروح على البوتاجاز نقلي الكبده الحلوه دي. الزيت خلاص ايه قدح معايا اهو، هننزل بقى بالكبده بسم الله. دايما انا يا ولاد طاستي صغيره، دايما جيب شوكه كنا نحط ايه واحده كمان يا ولاد عشان الطاسه بتاعتي تكفي. سيبها بقى كده، بعد كده عاوزه تاخد لون وروح قلبينها، اوعي تسيبيها تنشف منك وتغمق، عشان الكبده ما بتاخدش سوا زي ما انت عارفه. تعالوا بقى كده ايه يا حبايبي هنقلبها، تعالوا كده يا حبايبي هنقلبها بقى ايه اهي. بصوا بقى اللون ده اللي انا عايزاه، بصوا لونها جميل ازاي ما شاء الله. اقلبيها بقى كده،
اوعي تخليها تنشف منك او لونها يغمق منك كده، يبقى كده خلاص بقى ما بقتش كبده. عارفين الكبده ما بتاخدش ايه، ما بتاخدش سوا، لازم يبقى اللون الحلو بتاعها ده مجرد يا دوب كده بوافق عليها، ما تسيبهاش مش لا ده لسه تاخد سوا، لا. يا حبايبي خرجنا الكبده، بصوا بقى جميله ازاي. بصوا يا حبايبي ام يحيى بسم الله ما شاء الله على الكبده، طعمها وريحتها جميله بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا طريه مستويه جميله جدا بجد ما شاء الله عليها. طعمها الله اكبر. مش قادره اقاوم، انا بكلمكم وباكل فيها. بص جربيها ان شاء الله تعجبك. لو عجبك بقى، عجبتك الكبده الجميله بتاعت ام يحيى دي وعجبك الفيديو، تعملي ايه؟ تعملي لايك، تعملي اشتراك في القناه لام يحيى. مع الف سلامه، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.